مرحبا، كيفكم اليوم؟ الجمعة هو اليوم، فقت شغلت قرآن، عملت أعشاب الصبح لأنه ما في أشرب قهوة على الريق. بعدين طلبت كم شغلة ناقصيني، بدي أعمل مقلوبة بس من غير قلي. عملت الدجاج مع المطيبات وشوية زيت زيتون، سلقت الزهرة بالكمون وبعدين حطيتها بالاير فراير، ونفس الشي الجزر والبطاطا والباذنجان مع رشة زيت زيتون بالقلاية الهوائية، انه ما في تتحمل الزيوت معدتي، بتعرفوها حساسة هاي الفترة. طبقت الطبخة، شوفوا كيف ما في اي زيوت وحتى بهارات كتير قليل. تنظيفي للدار على السريع وجلي عبين لتجهز الطبخة. شوفوا كيف طلعت، والله انه بدون قلي كتير طيبة. طبعا انا هاي الفترة حلقي بيوجعني ومرشحة ومفلوزة، الحمد لله رب العالمين. طلبت ستريبسلز على ليمون، وتذكرت بعدين انه معدتي ما بتقدر تتحمل الحوامض، فرجعت طلبت ستريبسلز الجنجر. والمساء طلعت اشتري كم عباية من السد مول، رهيب، فيه اشياء كتير حلوة واسعار مخفضة وكواليتي اللي بدكم اياها، وقيستهم واخذت كم قطعة كتير حبيتهم. والحمد لله ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. وبس رجعت كان نفسي فنجان قهوة صغيرون بعد مقاطعة كتير كبيرة. شربت شوي بس والله بعدي معدتي تعبت. أنا بعدني تعبانة ومرضانة. لا تنسوا إنكم تدعوا لي ولا تنسوا المتابعة.